إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة بنان البغدادي، وكان رجلا حمالا متواضعا، إلا أنه كان قمة في الصلاح والزهد والورع. أنه حمل إلى طاغية من طغاة مصر، وكان هذا الطاغية نصرانيا، فأنزله على الأرض وطرحه بين يدي سبع في سجن مقفل، فبات فيه ليلة، ثم جاءوا الصباح يتفقدونه، فوجدوا السبع يلحس هذا الرجل وهو مستقبل القبلة، ففرق الطاغية من هذا الرجل خوفا وأطلقه واعتذر إليه. فقيل لبنان: ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع وجعل يلحسك؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف العلماء في سؤر السباع وريقها، أطاهر أم نجس. هذه القصة تذكرنا باسم من أسماء الله تعالى، ألا وهو اسم الحفيظ. فمن أسماء الله تعالى الحفيظ والحافظ. قال سبحانه: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال سبحانه: إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال سبحانه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فالله تعالى موصوف بالحفظ جل جلاله وتقدست أسماؤه، يحفظ بعلمه وحفظه جميع المخلوقات، فلا يغيب عنه شيء منها، فلا يضل ربي ولا ينسى. وكل شيء يفعله العباد في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كل ذلك مكتوب عنده سبحانه في اللوح المحفوظ والكتاب المكنون، ثم ينشر لكل عبد صحيفته يوم القيامة يقرأها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله تعالى الحافظ لجميع المخلوقات، من سماء وأرض وجبال وما فيهما وما بينهما، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله حفظ السماوات والأرض وما بينهما، وهو العلي العظيم. وقال سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وقال سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. يحفظ الحافظ سبحانه كتابه العزيز من التبديل والتحريف والتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يحفظ الله عز وجل الناس جميعا بحفظه العام، فييسر لهم الطعام والشراب والهواء والهداية إلى مصالحهم. قال سبحانه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال سبحانه: والذي قدر فهدى. ووكل الله تعالى ملائكة يحفظون كل إنسان من المكروهات وكثير من الأضرار. قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهذا النوع من الحفظ حفظ عام يشترك فيه
البر والفاجر والمؤمن والكافر. وقد يستدرج للكافر الفاجر ويستدرج لكثير من العصاة الفجرة، فهم يعصون الله وهو يحفظهم في أجسادهم وأموالهم ويعينهم عليها، لكن إذا جاءهم العذاب أتاهم بغتة وفجأة وهم لا يشعرون. قال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم أنما هو استدراج. ثم تلا الآية. والنوع الثاني من الحفظ هو الحفظ الخاص، لأن الحفظ العام يشترك فيه البر والفاجر، وحتى الدواب والحيوانات يحفظها الله بحفظها العام. لكن النوع الثاني من الحفظ هو الحفظ الخاص الذي لأجله يفرح المؤمنون، ولتحصيل أسبابه يتنافس المتنافسون. فزيادة على ما تقدم من حفظ الله لعباده المؤمنين، فإنه يحفظهم من الشبهات المضلة ومن الفتن المهلكة والشهوات المضلة فيعافيهم منها، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، ويدفع عنهم كيدهم ومكرهم. قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقال تعالى: والله يعصمك من الناس. وجاء في فضل آية الكرسي أن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وجاء هذا في صحيح الترغيب والترهيب أن من قالها حين يصبح أجير وحفظ من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير وحفظ من الجن حتى يصبح. فاللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وبعد، جاء في ترجمة مهران، وهو مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد من خدمه، واسمه أيضا سفينة، أنه ركب فلكا في البحر، سفينة صغيرة، فانكسرت بهم. قال: فتعلقت بشيء منها حتى خرجت إلى جزيرة فإذا فيها الأسد، فقلت مخاطبا الأسد: يا أبا الحارث، والعرب تسمي الأسد أبا الحارث. قلت: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ الأسد رأسه. قال: وجعل يدفعني بجنبيه يدلني على الطريق، فلما خرجت إلى الطريق همهم، الصوت الذي يحدثه الأسد، همهم. قال: فظننت أنه يودعني. يحفظ الله من حفظ دينه ونصر سنته من أهل العلم وطلبة العلم، من المحسنين والمتصدقين في سبيل الله، يحفظهم الله عز وجل. فقد حفظ الله عز وجل رسله من كيد الكائدين، وحفظ الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من القتل والسجن وغير ذلك. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أبو مسلم الخولاني
رحمة الله عليه كان من العلماء باليمن، أججت له نار عظيمة، أججها وأشعلها له أحد من ادعى النبوة باليمن، وهو أبو الأسود بن قيس العنسي باليمن، فكانت عليه بردا وسلاما وثبت على الإيمان. ثم قال جنود هذا الطاغية: إذا تركت هذا الرجل في بلدك أفسد عليك رعيتك، فأمره بالرحيل، فرحل إلى المدينة، وطال عمره حتى أدرك خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع أمير المؤمنين عمر بقصته وخبره، فاستدعاه وقص عليه القصص وحكى له قصته، فقال عمر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. القرآن الكريم تكفل الله تعالى لمن حفظ كتابه وعلمه وتعلمه وعمل به أن يحفظه سبحانه وتعالى. قال محمد بن كعب: من قرأ القرآن متع بعقله وصحته وإن بلغ 200 سنة ولم يرد إلى أرذل العمر. ثم قال: اقرأوا قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن هؤلاء حفظة القرآن وقراء القرآن ومن يعلم الناس القرآن. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله الحكمة في شيخوخته. إن شئتم دليلا على هذا اقرأوا قول الله تعالى في سورة القصص في شأن نبي الله موسى بن عمران: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أبو الطيب الطبري رحمة الله تعالى عليه قفز من سفينة قفزة لا يستطيعها الشباب، فقيل في ذلك: لم تفعل هذا؟ قد تكسر بعض عظامك. فقال: أيها الرجل، هذه الجوارح حفظناها لله تعالى في الصغر، فحفظها الله تعالى علينا في الكبر. صلة بن أشيم رحمه الله خرجوا في غزاة في سبيل الله، فصلى العشاء، فلما غفل الناس وهدأت العيون ماذا فعل؟ انظروا إلى خمول هؤلاء، انظروا إلى حبهم الإخلاص. قام فصلى ركعتين في جوف الليل، في الفلاة، في الغزاة، في الجهاد في سبيل الله. فلما كبر جاء أسد من الأسود ودنا منه، فظن القوم لما سمعوا أزيزه وسمعوا صوت هذا الأسد ظنوا أنه سيأكل صلة بن أشيم، فلما سلم خاطب الأسد بكل هدوء وقال: أيها الأسد، اطلب الرزق من مكان آخر. فولى هذا الأسد وإن له لزئيرا تتصدع منه الجبال. وفي سير أعلام النبلاء للذهبي في قصة أبي بكر البكري رحمة الله تعالى عليه، وتأملوا ما كان يعانيه العلماء وطلبة العلم في سبيل تحصيل العلم حتى وصل إلينا غضا طريا رحمة الله عليهم أجمعين. يقول: جمعت الرحلة بين محمد بن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة العالم الكبير ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني بمصر، كلهم اسمه محمد. قال: فأرملوا ومشوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم أن يستهموا ويقترعوا. فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام. كبار العلماء لا يجدون ما يأكلون، لكنهم استحيوا أن يسألوا الناس، ولهم حق في هذا المال للسائل والمحروم. قال: فخرجت القرعة على محمد بن خزيمة، فماذا فعل بالله عليه؟ قال لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي ركعتين. انظروا إلى قلوبهم، إنها معلقة
بالعرش، عرش الرحمن سبحانه. فكبر ابن خزيمة فإذا هم بالشموع ودق الباب، فدق الباب، من بالباب؟ والي مصر يبحث عن هؤلاء الذين هم في البيت. قال ففتحوا فقال أيكم محمد بن نصر؟ فقيل هو ذا، فأخرج صرة فيها 50 دينارا من الذهب فدفعوها إليه. ثم قال أيكم محمد بن جرير؟ فقيل له هذا، فأعطاه صرة فيها 50. أيكم محمد بن خزيمة؟ أيكم محمد بن هارون؟ وكان الأخير يصلي فلم يزل في صلاته، فما أن سلم إلا ووجد هذه الدراهم من ذهب. بالله عليكم تأملوا هذا السر، كيف عرف هذا الوالي أن هؤلاء جالسون بائتون جائعون في بيت بعيد. قال جنود هذا الأمير إن الأمير كان قائلا بالأمس، أي نائما في القيلولة، فرأى في المنام أن المحامد جياع. والمحامد من أسماؤهم تبتدئ بمحمد. قال أن المحامد جياع قد طووا كشحهم، أي من شدة الجوع، فأنفذ إليكم هذه الدراهم والصرر، وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلي أحدكم. وأختم بفائدة تتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. يحفظ الله تعالى بالأعمال الصالحات، ويحفظ ذريتك وأهلك وأبنائك بالصدقة اليسيرة، ولو بقطعة خبز، ولو رغيف خبز تطعمه جائعا، ولو بشربة حليب تروي بها هرة. جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي أن ابن الفرات وكان وزيرا استدعى أحدا حتى يسجنه ويضربه، وقال ويحك إن نيتي فيك سيئة، وإني في كل وقت أريد أن أقبض عليك وأصادر مالك، لكني أرى في المنام أنك تدفع عن نفسك برغيف خبز، فلا يصل الجنود إليك بسوء ولا السهام تصيبك بأذى، فأعلمني وأخبرني ما قصة هذا الرغيف. فقال أيها الوزير إنها يسيرة سهلة. قال إن أمي منذ كنت صغيرا كل ليلة تعطيني تحت وسادتي رغيفا، فإذا أصبحت تصدقت هي به عني، فلم يزل الأمر كذلك، ولم يزل ذلك دأبها وعادتها حتى ماتت. فلما ماتت فعلت أنا ذلك مع نفسي، فكل ليلة أضع تحت وسادتي رغيف خبز، ثم إذا أصبحت تصدقت به. فعجب الوزير من ذلك وقال والله لا ينالك مني بعد اليوم سوءا أبدا، ولقد حسنت نيتي فيك وأحببتك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل دائرة السوء عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.